السلام عليكم الاخوان ديالي ومرحبا بكم في حلقه جديده، وكنتمنى ان الجميع يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذه الحلقه هذه اللي غنتكلم فيها على الطيور المهاجره، وخاصه طائر الحسون اللي هو كيدخل من اوروبا، كيدخل لشمال افريقيا. بالنسبه للمغرب والجزائر فكنلاحظوا واحد التهاتف واحد التخاطف كثير على الطائر هذا، اللي هو كيدخل بواحد الاعداد كبيره لشمال افريقيا. وكنلاحظوا العديد من الاصدقاء كتكون واحد الاقتناع على الطائر هذا. فاليوم ان شاء الله الاخوان غنتناقشوا في هذه الحلقه هذه على الطائر الحسون المهاجر، فتابعوا معي الحلقه ومرحبا بكم الاخوان، ومعكم يونس العنباري، وتحيه كبيره لكم الاخوان. اول حاجه الاخوان غنتكلموا عليها في هذه الحلقه هذه بالنسبه للتشابه الكبير اللي تيكون ما بين الذكر والانثى في طائر الحسون الانيق. كيكون واحد التشابه كبير ما بين الذكر والانثى. فالاخوان من الاحسن الا بغيتي تشري واحد الطائر من الطيور المهاجره، فالاخوان من الاحسن الا كنتي باغي تشري واحد الطائر من الطيور المهاجره، فكنصحك تشوف شي صديق اللي كيعرف وكيفهم في هذا الطائر هذا وكيفرق التمييز ما بين الذكر والانثى، حتى يقتني لك واحد الذكر اللي يكون جميل ويكون بصحه جيده الاخوان. لان كاين بعض الباعه اللي كيبيعوا الاخوان الاناث بصفات ديال الذكر، وبعض الأحيان كتكون الصباغة الأجنحة ديالهم، فصعيب أنك تحدد أو تفرق ما بين الذكر والأنثى. فمن الأحسن الإخوان تشوف شي صديق اللي يقتني لك الطائر، لأنه هو مع الخبرة ديالو والتجربة ديالو فغادي يكون كيميز ما بين الذكر والأنثى. فبالنسبة للمواصفات ديال الذكر اللي هو من الطيور المهاجرة، فدائما كنلقاو الطائر كيتميز بالتحناية أو بالتحميرة اللي كتكون في الوجه، فكيكون عنده واحد القناع اللي هو كبير الحجم. ثاني شيء الاخوان فهو كيتميز بالالوان ديالو الساطعه مقارنه مع الانثى. زائد الاخوان فكنلاحظوا ان عند الذكر في الوجه ديالو ما بين الماسك الاحمر اللي كيكون في الوجه وداك اللون الاسود اللي كيكون في الراس، فكيكون ما بيناتهم داك اللون الابيض كما كنلاحظوا في الصوره. فعند الذكر في اللون الابيض كيكون صغير شيئا ما مقارنه مع الانثى، فالانثى كنلقاو عندها اللون الابيض في الوجه كيكون كثير مقارنه مع الذكر. زائد ان الذكر كيتميز بالجناح ديالو الاسود، كما غادي نلاحظوا في الصوره، فالذكر كيتميز بالجناح ديالو اللي كيكون اسود. وكاين بعض الاحيان اللي كيكون كتكون الصبغه الجناح ديال الطائر. فالاخوان ضروري تلاحظوا في الوجه ديال الطائر، فكما قلت لكم اللون الابيض فكيكون صغير مقارنه مع الانثى. زائد ان اللون الاسود اللي كيكون في الراس عند الطائر او عند الذكر فهو كيكون رقيق شيئا ما في الفوق ديال الراس، فهو كيكون رقيق شيئا ما، وكيكون اللون ديالو اسود، اللون غامق. وزائد الاخوان قبل ما نقتني الطائر فضروري نطليه على البطن او نشوف البطن ديال الطائر اللي يكون عنده مرض الكبد، لان الطيور بعد الصيده ديالها كتبدل عليها الاكل اللي كتكون كتاكل في البريه، وهنايا كيقدر ان الطائر يكون مضروب بالكبد. فمن الضروري اننا نقلبوا البطن ديال الطائر قبل ما نديوه، لان يقدر يكون مريض بمرض الكبد، ولما نديوه للدار فكيموت بواحد السهوله. فمن بعد ما كنقتنيو الطائر ديالنا وكنديوه للمنزل، فكما سبقت وقلت لكم الاخوان فضروري اننا كنغطيو الطائر بواحد المنديل، كنغطيو ليه القفص ديالو بصفه تامه، كنخليو ليه الهواء من الفوق منين يتنفس. اما بالنسبه للاجنبه فضروري كنغطيو ليه 3 ايام او 4 الايام الاولى، فكنغطيو ليه القفص من الاجنبه كامله، كنخليو ليه من فوق القفص منين يتنفس الطائر. لان الاخوان الطائر تيكون ضروري خاصو يتعرف على القفص ديالو، يعرف المكان ديال الاكل والمكان ديال الشرب. هادشي علاش كنغطيو الطائر، لان الا خليتي الطائر عريان فهو كيبقى يحاول انه يخرج من القفص وما كينتبهش للمأكل ديالو والمشرب ديالو، وهنا كيكون واحد الموت للطائر. فالاخوان ضروري اننا لما نقتنيو الطائر ديالنا فضروري اننا نغطيوه. وبالنسبه للاكل الاخوان فبزاف ديال الطيور فكيموتوا من بعد ما كنجيبوهم الاقفاص، لانها كيتبدل عليها الاكل ديالها، فهو كيكون مغاير على الاكل اللي كتاكلها الطيور هذه في البريه.
فضروري الاخوان فتكلمنا في هذا الموضوع هذا وغنذكروا به بالنسبه للاخوان ديالنا اللي هما مازال مبتدئين او حتى الحريفيه، لان الانسان كيقدر انه ينسى. فالاخوان فضروري كنقدموا للطائر ديالنا زريعه الكتان، فهي كتخرط البطن ديال الطائر وكتساعدو باش يتاقلم مع الاكل الجديد اللي هو كيكون الزوان او البراقه. فضروري الاخوان اننا نقدموا للطائر ديالنا زريعه الكتان وبعض الحبوب اللي هي كيعشقها الطائر او الخلطه ديال الحبوب. ومن بعد ما كنقدموا للطائر ديالنا البراقه وزريعه الكتان، فضروري مره نطلوا للطائر ديالنا ونشوفوه واش كياكل الزوان واش كياكل زريعه الكتان. فالاخوان الا لقينا الطائر ما كيتناولش لا زريعه الكتان ولا الزوان، فهنايا كنقدموا ليه الخلطه ديال الحبوب ديال الطائر الحسون، وكنمشيو مع الطائر تدريجيا حتى كيبدا يتزون لينا الطائر وكيبدا ياكل الزوان او البراقه ديالو بواحد السهوله. وبالنسبه للماء او المشرب ديال الطائر، فكما كنعرفوا فالطيور اللي كتعيش في الاقفاص فاحنا كنقدموا لها خل تفاح. وبالنسبه للطائر اللي هو مازال جديد فضروري اننا نقدموا ليه خل تفاح بعد النقيطات في المشيربيه ديالو او في المشيربه ديالو، حتى ما يتصابش لنا الطائر بالامعاء. فالاخوان فبزاف ديال الطيور كتلقى الحذف ديالها بسبب الغذاء اللي كيتبدل عليها، فبزاف ديال الاخوان كتنفق لهم الطيور ديالهم وما كيعرفوش شنو هو السبب. فانا غالبا كيكون ان الزوان او البراقه الحبوب اللي هي قدمنا للطائر فهي كتكون هي السبب ديالو. فبالنسبه للاخوان اللي ما كيقدموش زريعه الكتان وواحد النقيطات ديال خل التفاح، حتى الطائر كيتاقلم مع الاكل اللي هو ديال القفص. وهنايا الطائر ديالنا غادي يمشي مزيان الا خدمنا معاه بنقيطات ديال خل التفاح وزريعه الكتان والبراقه، فالطائر ديالنا غادي يمشي مزيان الاخوان. كما سبق وذكرنا، فلما تبغي تقتني واحد الطائر فضروري يكون معك واحد الصديق اللي كيفهم وكيفرق ما بين الطيور وكيفرق ما بين الذكر والانثى. فضروري تاخذ معك واحد الصديق. اما بالنسبه للاكل كما سبق وذكرنا الاخوان فضروري انني نقدم للطائر ديالي زريعه الكتان والبراقه، ولا شفت ان الطائر ما بقاش كيبغي يتناول هاد الحبوب هادو فنقدم ليه الخلطه اضافه الى الزوان او البراقه. وبالنسبه للمياه ديال الطائر فكما سبق وقلت لكم فضروري اننا نقدموا ليه واحد النقيطات ديال خل التفاح، لان الطائر كتبدل عليه المعيش اللي كان كيعيش في البريه وهنايا غادي يصبح ان الطائر كيعيش في الاقفاص. فضروري اننا نخدموا مع بهاد المسائل هادو الاخوان حتى نصوفيو الطائر ديالنا. فالاخوان انا ما كنربيش بالنسبه للطيور المهاجره، ما كنربيهاش، فانا كنعشق اننا نربي طيور الحسون اللي كتكون مازال فراخ، لان التربيه ديالها في الاقفاص كتكون احسن وكتاقلم مع الاقفاص، فهي كتكون فيها واحد الاولى احسن. وهنايا الاخوان كتنتهي الحلقه ديالي، وكان معكم يونس العنباري، وكنشكركم بزاف الاخوان وتحياتي لكم. وبالنسبه للاخوان اللي بقى معايا حتى الاخر فيدير واحد لايك للقناه ويخلي الاشتراك ديالو. وتحيه كبيره لكم الاخوان، وان شاء الله حتى نشوف فرصه قادمه، وتبارك الله عليكم.